تعالوا بينا نجهز شوية كرنب كده لرمضان. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده عظمة. لزوم المحاشي طبعا. شايفين بسم الله ما شاء الله، سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي، مفيش فيه اي صعوبة خالص. شايفين انا هنا نزلت السوق بسم الله ما شاء الله، وجبت بقى عيني وقعت كده على كرنبيتين بلدي. ده كرنب بلدي يا جماعه، شايفين ورقه بسم الله ما شاء الله، ده جميل حلو جدا جدا. وطازه قوي قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله، حاجه كده عظمه قمر، يفتح النفس جدا على المحشي. انا جبت هنا الكرنبيتين القمر دولت، وحطيت في البوز من فوق كده السكينه، وفضلت انزل كده اسلك الراس بتاعتها، عشان ان انا شايله منها زي ما انتم شايفين كده، هي من غير راس، لان انا مديت السكينه فيها قوي زي ما انتم شايفين كده، وقعدت اسلك الراس بتاعتها لحد ما طلعتها. وطبعا في الوقت ده كنت انا حطيت حله ميه كبيره على النار، وفيها نص ليمونه صغيره عشان الحله بتاعتي دي ألمونيا ما تزرقش معايا طبعا، وفيها معلقتين ملح كبار علشان الملح يحافظ لي على الكرنب بتاعي زي ما انتم شايفين كده. وغليت الميه جدا جدا جدا، وقمت نازله بالكرنبايه زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله علشان اسلقها. شايفين سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي، الموضوع مش صعب خالص خالص، الموضوع بالعكس ممتع جدا جدا. قومي بطلي كسل وجهزي شويه كرنب كده في الفريزر، لزوم المحاشي في رمضان زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. الورق ابتدى يسيب بعضه، هتلاقي كده الكرنبايه مجرد ما بتنزل في النار بسم الله ما شاء الله بتتفكك معاكي، يعني ما بياخدش نار اطلاقا. بتقعد لها من 3 ل5 دقايق على النار. شايفين بسم الله ما شاء الله. بتحسي بقى ان الورقه استوت معاكي، هتلاقي الكرنبايه كده بتتفكك لوحدها. طبعا احنا مش هنغيب الكرنب في السليق علشان ما يتهريش معانا. انا هنا لما حسيت ان هي استوت وابتدت ان هي تتفكك وتسيب بعضها، قلبتها على الناحيه التانية علشان طبعا الميه السخنه توصل للكرنبايه كلها، ويبقى السوا كل واحد، ما تبقاش حته ناشفه وحته طريه وحته مهريه كده. تبقى الكرنبايه غطسانه في قلب الميه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم ان انا بصراحه مش بحط كمون في ميه السليق، لانه بيغير الكرنب معايا، وكمان بيغير ميه السليق كده بيعكرها، مش بتبقى كويسه ولا مستحبه خالص. كده كده انت بتحطي الكمون في قلب المحشي، فعادي مش هيفرق بقى سواء حطيتي في ميه السليق او ما حطيتيش، كده كده بيبقى موجود في المحشي اصلا. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا كنت انا بغطسها علشان يوصل لها الميه توصل في كل الكرنبايه زي ما انتم شايفين كده، ويبقى السوا كل واحد زي ما اتفقنا بسم الله ما شاء الله. شايفين سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي. انا بصراحه ما كنتش عارفه اتحكم فيها قوي، لان المايه كانت سخنه بطريقه صعبه، كانت سخنه جدا جدا جدا. حاولت ان انا اشيلها، لقيت الموضوع مش مساعدني، لان المايه كانت سخنه جدا، وكان طبعا الكرنب سخن قوي قوي. فديك كده سلكها واحده من التانية، كانت سايبه بعضها وطلع، كان الموضوع سهل زي ما انتم شايفين كده. الورق سايب نفسه زي ما انتم شايفين كده، بقيت اشيل واحده ورا التانية زي ما انتم شايفين بالحلاوه والجمال دي. ما تغيبوش طبعا علشان ما يتهريش معاكي. انا بصراحه بحب ان هو يبقى فيه جرشه بسيطه، ما يبقاش مهري قوي ولا مسلوق قوي قوي زيادة عن اللزوم. على الاقل ان انتي مثلا لما بتيجي بيبقى ناقص سوا بيستوي في الطبيخ عادي، مفيش اي مشكله. وطبعا هنا نزلت بالكرنبايه بتاعتي على ميه ساقعه على طول علشان اوقف عمليه السوا، ما يبقاش الكرنب بتاعي سخن ويتهري مني بقى، يفضل السخونيه محتفظ بحرارته. لا، بنزل بميه ساقعه على طول علشان اوقف عمليه السوا على طول زي ما انتم شايفين كده. لازم انزله في ميه ساقعه علشان ما يتهريش معايا. شايفين بسم الله ما شاء الله. ورقه من التانية بصوا قمر، ولا هو مهري ولا هو مهدور ولا كلام من ده خالص. شايفين الورقه صحيحه قد ايه. وطبعا كنت بغطسه علشان يوصل له ميه ساقعه خالص يعني، وان هو يبرد معايا تماما علشان اوقف عمليه السوا، عشان ما يفضلش لسه سخن. شايفين بسم الله ما شاء الله. الورق قد ايه صحيح، ولا هو مهري ولا كلام من ده خالص. شكله بسم الله ما شاء الله يفتح النفس جدا على المحاشي. شايفين سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي. وهنا طبعا ابتديت اغسل الورقه ورقه ورقه، لان طبعا الكرنب بتاعي مش مغسول ولا بيتغسل. وطبعا لازم من الاضمن والامان ان انتي بعد ما تخلصي تشطفيه ورقه ورقه، ممكن تكون في حاجه كده متداريه في قلب الكرنبايه، وانتي ما انتيش واخده بالك، ولا انتي مثلا شايفاها. فبالتالي وانتي طبعا بتشطفيه كده من ميه السليق، بتبصي فيه بالراحه وبتشطفيه كويس جدا جدا، وتطلعي بقى كده في اي حاجه تصفي فيها. شايفين بسم الله ما شاء الله. سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي. عايزه اقول لكم الموضوع مش صعب جدا يا جماعه. ما تكسليش وقومي اعملي كل حاجه بايدك. شايفين سهل جدا ما شاء الله وكويس جدا جدا.
شايفين بسم الله ما شاء الله الكرنبايه بتاعتي مفيش فيها ورقه لا مقطوعه ولا ورقه مهريه ولا كلام من ده خالص. طبعا في الوقت ده كنت انا سايبه الميه على النار وحطيت فيها الكرنبايه التانية زي ما انتوا شايفين كده، وهكرر فيها نفس اللي كررته في الاولانيه. بس طبعا لازم تكون الميه واثقه ان الميه بتغلي قوي قوي قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا طبعا كنت هديت على الميه فما كانتش ان هي بتغلي قوي قوي، فلازم كنت اعلي عليها علشان الميه تبقى ايه شديده كده، وانزل الكرنبايه فيها تيجي على طول. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنا الكرنبايه بتاعتي انا برضو نزلت على فم الكرنبايه من تحت قلبتها زي ما انتوا شايفين كده، ومجرد ما احس ان هي خلاص بدات تفك معايا بقوم قلبها على الناحيه التانية على طول. عايزه اقول لكم ان الكرنب البلدي ده يا جماعه بيبقى حلو جدا 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 في الاكل، بسم الله ما شاء الله بيبقى جميل جدا جدا. شايفين حلو قوي قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنا لما ابتديت احس ان الكرنبايه بتاعتي خلاص وصل ليها ميه من جوه واستوت معايا، قلبتها على الناحيه التانية علشان يبقى السوا واحد زي ما اتفقنا. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الكرنب البلدي ده فظيع في اكله وفي طعمه، بصوا ما شاء الله حلو جدا جدا، احسن من الكرنب اللي هو بيبقى تخين ده وتلاقي جلده تخين كده وبيبقى رخم في المحشي وكده. شايفين بسم الله ما شاء الله. وطبعا لما تيجوا تشتروا الكرنبه خبطي على الكرنبه كده اللي تحسي ان هي مهويه معاكي، إيه بلاش منها. إيه يعني مثلا تيجي تطبلي على كده تحسي انها متكوكه في بعضها كده وان هي مخنوقه مش واخده نفسها كده وتطبلي عليها ناشفه، ديت ما تجيبهاش. لا تتك على كده تحسي ان هي بتاخد وتدي معاكي كده مهويه كده ومفرغه. شايفين بسم الله ما شاء الله. تخبطي عليها كده تحسي انها بتطبل وان هي فاضيه من جوه، مش ان هي مقابلاكي كده مكتومه كده، لا تحسي ان هي مهويه ومفرغه من جوه. شايفين بسم الله ما شاء الله سهل جدا وبسيط قوي قوي. هنا برضو الورق كان خلاص بدأ يستوي وابتديت بقى عشان هو سخن جدا جدا ان انا اطلعها زي ما انتوا شايفين كده. مفيش ورقة فيها اتقطعت ولا ورقة فيها استوت قوي ولا كلام من ده خالص، سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي واستوى كل واحد. هنا طبعا كانت الكرنبايه سخنة قوي على ايديا فما كنتش عارفة اتملك منها زي ما انتوا شايفين كده، وابتديت اطلعها ورقة من التانية برضو. شايفين بسم الله ما شاء الله. ما تقلقيش خالص خالص، طول ما انتي بتقلبيها كده من الناحية دي للناحية دي مش هيتهرى معاكي ويبقى السوا كل واحد. شايفين بسم الله ما شاء الله مفيش في ورقة اتهدرت ولا ورقة اتقطعت ولا اتبهدلت مني ولا كلام من ده خالص. شايفين بسم الله ما شاء الله. قومي حضري شويه كرنب كده رمضان كده وبصي عايشه اجواء رمضان الجميله، وحضري كده شويه كرنب كده في الفريزر. شايفين بسم الله ما شاء الله. هنا كنت بوريكم ان الكرنب جميل جدا جدا وطالع ورقه من ورقه. شايفين بسم الله ما شاء الله مفيش ولا ورقه مقطوعه ولا ورقه متبهدله ولا كلام من ده خالص. الكرنب يا جماعه ما بياخدش سوا نهائي على النار، مجرد ما بينزل كده وتلاقي الكرنبايه اتفصصت معاكي كده وتقلبيها يمين وشمال خلاص بتطلعي على طول تحت الميه زي ما انتوا شفتوا معايا كده. شايفين بسم الله ما شاء الله الكرنب بيفتح على المحشي قد ايه حلو جدا جدا، سهل قوي قوي وبسيط قوي قوي، مفيش فيه اي افتكاسات ولا اي صعوبات، مفيش فيه ورقه بايظه، مفيش فيه ورقه بيها اي مشكله. شايفين وكل الورقه وريتهولكوا بسم الله ما شاء الله والله مش باظ مني ولا ورقه ولا ورقه. شايفين بسم الله ما شاء الله سهله جدا جدا وبسيط قوي قوي وما تكسليش. هنا بقى جه وقت لحظه الحسم زي ما بيقولوا. الوقت ده يعني الوقت ده بيوفر عليا وقت جامد جدا جدا وانا بحشي. انا مش بحب يعني الورق سليم بصراحة. بحب مثلا اقطعه كده كده واجهزه على الورقة بورقتها على لفة المحشية على طول. وكمان بحب المحشية بتاعتي الصغيرة، مش بحب المحشي الكبير ابدا ابدا، وبقطع كده على قد المحشية بالظبط. شايفين بسم الله ما شاء الله. بمسك الورقة كده وبلفها في ايديا كلها وباخد الزيادات من فوق. اول حاجة بقشطها الجزع، باخد جذع الكرنبايه زي ما انتوا شايفين كده اللي هو ده كده زي ما انتوا شايفين كده بقشطه، وبعد كده بقوم فردة الورقة ولفاها كلها بسواد بعضها واقطعها بقى على قد حجم المحشية اللي انتي عايزاها في الطول. وبسم الله ما شاء الله سهل جدا جدا، مفيش في اي مشكلة ولا في الوقت ده بتهدري ورق ولا كلام من ده خالص. وقت المحشي بقى تيجي تبصي تلاقي الورق بتاعك جاهز على المحشي على طول.
شايفين بتسهلي عليك الدنيا والامور خالص خالص خالص. عايزه اقول لكم ان نهار رمضان قصير جدا جدا، مفيش فيه وقت غير انك تعبدوا فيه ربنا. ما تضيعيش كل لحظه وانت بعيده عن ربنا. صلي واذكري الله. وبصي عشان كده احنا بنجهز لرمضان. احنا رمضان طبعا يا جماعه زي ما قلنا قبل كده مش للاكل خالص، احنا بس بنوفر في الوقت بتاعنا عشان نتفرغ للعباده. زي ما انتوا شايفين كده نهار رمضان قصير. طبعا مش لسه هتقومي وتروحي بقى السوق وتجيبي الكرنب وتسلقي وتسبكي وتحشي، لا طبعا. النهار مفيش فيه حاجة أصلا ولا فيه وقت لأي حاجة غير إنك تعبدي ربنا، بتتفرغي للصلاة والصوم والعبادة. فانت بتسهلي على نفسك الدنيا وبتسهلي على نفسك الأمور. احنا بنعمل التفريزات دي والتجهيزات دي علشان نتفرغ زي ما قلنا للعبادة. سهلة جدا جدا وبسيطة قوي قوي قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير. رمضان بيجي بخير يا جماعة. بصوا بسم الله ما شاء الله. نفحات رمضان مالية البيوت ومالية الشوارع. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. عايزه اقولك ان انتي لما بتعملي خطوات المحشي دي مش في يوم واحد، بيبقى سهل جدا جدا جدا. غير انك لما بتروحي السوق وتجيبي الكرنب وتسلقيه وتجهزي للمحشي ومعرفش ايه، الموضوع صعب وتقيل جدا جدا وبيبقى رخم كمان. انما لما بتسهلي الامور على نفسك وتجيبي الورق وتوفري على نفسك وقت طبعا، وتسلقي في يوم وتجهزيه بقى وتقلي في يوم تاني، ده بيبقى سهل جدا جدا. وبعد ما خلصنا تقطيع الكرنب والحمد لله ابتديت امسك بقى ورقه ورقه زي ما انتم شايفين كده واعملها على قد المحشيه بالظبط، علشان وانا بحشي اسهل على نفسي الامور وما صعبهاش خالص خالص. شايفين انا كنت بقول لكم ان انا جبت الورقه زي ما هي كده على طولها وقسمتها اتنين وكمان على اتنين، وسهله جدا جدا. تيجي تبصي تلاقي المحشي بتاعك كله مقاس واحد، وتلاقي الورق سهل في ايديك ويوفر معاكي وقت ومجهود، وتلاقي خلصتي طبعا بسرعه. شايفين بسم الله ما شاء الله. بتجيبي الورقه زي ما انتم شايفين كده بتتنيها اتنين وتقطعيها وترجعي كمان كل اتنين تتنهم اتنين زي ما انتم شايفين كده. وكل ورقه محشي على قد المحشيه بتاعتك. شايفين تقسمها اتنين كده وترجعي تقسميها اتنين على قد المحشيه بتاعتك بالظبط. وطبعا على قد المحشيه بتاعتك اديلها رز، على قد الورقه اديلها رز. مش شرط ورقه تبقى صغيره وتمليها رز قوي قوي، لا الورقه تبقى صغيره ومحندقه واديلها برضو على قدها رز. تبص تلاقي صباع المحشي بتاعك قصير وجميل. انا مش بحب المحشي الطويل يا جماعه، ولا بحب المحشي اللي يبقى كبير ده، لا خالص. المحشيه كده كل ما تكون صغيره ومحندقه تبقى حلوه، عشان كده بصغر في تقطيع الورقه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الكرنبيتين دول هيعملوا لي بسم الله ما شاء الله كميه محترمه، هيقضوني طول شهر رمضان واكتر. شايفين شكل الطبق قد ايه ظريف وقد ايه جميل ومرتب جدا جدا وسهل قوي قوي قوي. بعد ما خلصت الطبق الاولاني والطبق التاني ما شاء الله كمان، هعمل بقى طبق تالت كده. وزي ما انتوا شايفين هفرد ورقة ورقة يا جماعة. شايفين وبحاول اخلي حجم المحشية وحجم الورقة بتاعتي كلها مقاس واحد. شايفين علشان يبقى المحشي بتاعي كله في الحلة شكله حلو، يبقى مقاسه كل واحد ما يبقاش في اي مشكلة خالص. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الورق البالي ده مش بتأثر بالتلج، يعني مثلا في ورق كده بيبقى رقيق قوي قوي قوي، مجرد ما بتحطيه في الفريزر التلج بياكله وتطلعيه تحسي ان هو يطري قوي قوي. علشان كده كده انا مش بسوي الكرنب قوي قوي، لان بعمل حسابي ان هو لسه هيخش الفريزر والفريزر هيأثر عليه. وطبعا الورقه دي بتستحمل التلج شويه. شايفين بسم الله ما شاء الله. انا بحب الورقه اللي بيبقى فيها جزء كتير زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله، سايحه جدا جدا وجميله قوي قوي قوي. بعمل حسابي الجرشه اللي بتبقى لسه في ميه في السليق دي، علشان التلج بياكل الكرنب يا جماعه ما يتأثرش بيه ويتهري مني لما اجي اطلعه. وطبعا قبل ما بتيجي تحشي بساعتين او 3. لو انت في الصيف بتطلعي بيفك بسرعه، لو انت في السقعه بتطلعي على بيات بتقوم الصبح تلاقيه فاكك وزي الفل والورق متفصص واحده من واحده اكنك لسه سلقاه بالظبط. مفيش فيه اي مشكله خالص خالص. شايفين سهل جدا جدا وبسيط قوي قوي. انا بسهل على نفسي الامور بصراحه وبحب اعمله كده. بشوف ناس واعرف ناس بيحطوا الكرنبايه بحالها كده بعد ما بتتسلق كده، وكل ورقه بحالها زي ما انتوا بتبقوا شايفين كده على بعضها. وبيطلعوا بقى وقت المحشي بقى يقطعوا معرفش ايه، بتيجي تبص تلاقي الوقت اتهدر منك والورق كمان باظ.
كده الطريقه دي سهله ومضمونه وبسيطه قوي قوي. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان الكرنبيتين بتوعي عاملوا 5 اطباق كبار جدا جدا ومحترمين، يقضوني طول الشهر ورمضان وزياده، والطبق كبير كمان ويفيد مني. بسم الله ما شاء الله. جرب الطريقه دي وصدقني مش هتندموا. وطبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.